وربنا ينتقم منك. انا مش هقولك اكتر من كده، بعتذر جدا. السلام عليك يا فرولات، وبسم الله والصلاه والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم ارحم موتانا وارحم ابي يا رب العالمين، امين يا رب. النهارده فيديو جديد، الفيديو ده صراحه من القلب كده ليك. هحكي لكم الحكايه والقصه كده على السريع، بعد كده نشوف الموضوع والحكم ليكم انتوا. سيبكم من ان انا اختكم وان انتوا اخواتي، الحكم بما يرضي الله ليكم انتوا. تمام، احكي لكم القصه كده من اولها، بس خلينا بس عشان ابقى معاكم واحده واحده اجيب كده الصور. مبدئيا من قيمه كام يوم انا رحت مول اسمه الهدير للمفروشات في 6 اكتوبر عند الحصري، بعد مسجد الحصري على طول. بما انك يعني خايفه ان انت تقولي الاسم ومفكره ان ده تشهير وما اعرفش ايه، لا احنا بنقول الاسماء واعلى ما في خيرك اركبيه. ومش بس كده، انا مش عايزاك تعملي محضر واحد ولا تقاضيني، لا انا عايزاك تعملي 50 محضر، لان المحضر منك انت ب1000 مني. لو انت ما تعرفيش الموضوع دوت فاسالي قبل ما تتكلمي. مشكلتك ان انت اتسرعتي ومفكره وقفه السوق والشارع هتعرفي تيجي على الدنيا كلها، ومفكره ان فتحه الصدر بتاعتك تعرفي تيجي على اي حد، بس نسيتي ان القوي في اللي اقوى منه. وانا هعلمك الادب بطريقتي، انت فاهمه؟ واضح ان انت ما سالتيش عني كويس ومفكراها سايبه. الاستاذه اللي انا بكلمكم فيها دي بتتبلى عليا، وانا جايه لكم بقى في الكلام. بتتبلى عليا ان انا طلبت منها بطانيه مورا الاسباني. يا اخي او ده انت ما تعرفينيش، ده انا بجيبها من شقايه ومن تعبي. فيلا نبتدي كده واحده واحده عشان هي هتستاهل الفيديو ده. ومش الفيديو ده بس، انا هعمل لك هنا وهعمل لك على الفيسبوك وهشهر بيكي. ومش بس كده، انت حلال عليكي يتبعت لك الضرايب وبتوع الكهرباء، مباحث الكهرباء وبتوع الضرايب والمفتشين بتوع الحي، كل دول حلال عليك ان هم يبعتوا لك. وانا عايزاكي بقى توريني هتقضيني ازاي، وعايزه اشوف انت ازاي يا روح قلبي هتاخدي مني كمان مش عارفه جبالي غرامه ولا مش عارف ايه يعني. المهم خليني جايه لكم في الكلام. رحت محل انا وخطيبي، تمام، اللي هو الهدير للزفت المفروشات. المهم بشوف الفيديوهات بتاعتها على التيك توك وعلى الفيسبوك، فقلت اروح. المهم اول ما رحت صراحه اللي كانت بترد عليا على التليفون ومعايا على التليفون كانت انسانه محترمه جدا. صورت لكم الفيديو وقلت اللي حصل معايا لا اكتر ولا اقل، زي ما بتعامل معاكم في كل حاجه. القديم معايا، الناس اللي عارفاني من زمان عارفه الفرق ما بين لما باجي اعمل اعلان لحد، بما انك بتقولي بتتبلى عليا وبتقولي ان المحل التاني دافع لي اجر يا ام اجر. واضح كده ان انت الشغلانه دي ليكي فيها قوي، فمفكره ان صوابعك زي بعضها، او مفكره ان الناس شبهك. لا يا روحي، اصحي، عشان هي بتقول عليا ان انا واخده اجر يا جماعه ومدفوع لي اجر علشان اقول الحاجات اللي حصلت دي. المهم ده احنا هنقول بقى اللي انا ما رضيتش اقوله. خلاص. انا رحت المحل زي ما قلت لكم. الست اللي كانت بترد عليا ست محترمه جدا، فضلت معايا على التليفون ولحد ما وصلت ولقيتها بتشاور لي بتقول لي هو المكان دوت. انا ما كنتش شايفاه لان هي كانت بعيد خالص ورا ازاز، فانا مش شايفاه، لكن مع بعضينا على التليفون لحد ما وصلت على العنوان بتاعهم. المهم اللي حصل طلعت رقم واحد كده، لقيت واحد يعني في وشي. انت عارفه انت جايه تاخدي ايه؟ علشان انت لو مش عارفه تاخدي ايه احنا خلاص بنقفل، فعشان ما تقعديش تلفي، فلو انت عارفه انت هتاخدي ايه قولي بالظبط الحاجات اللي انت عايزاها. طبعا انا كان خطيبي معايا فلقيته بيبص لي. المهم عديت الموقف وقلت له لا انا عارفه انا جاي اخد ايه. انا كنت واخده سكرين شوت من عندها ايه الحاجات اللي انا عايزاها، عايزه 1 2 3 وخلاص الموضوع انتهى. تمام. المهم دخلت، اولا انا واقف معايا كذا واحد ماشي، كل ما واحد يقف معايا ما اعرفش بيغطس يروح فين. طبعا المكان كان فيه ناس، هم كانوا بيقفلوا بس المكان كان فيه ناس. رقم واحد طفوا على الناس المراوح جوه، وانا كنت من ضمنهم، انا كنت جوه. طفوا على الناس المراوح علشان الناس تبتدي تمشي. حقكم عشان ليكم مواعيد ما فيش اي مشكله، بس ذوقيا في ناس واقفه نفضل مشغلين المراوح لحد ما الناس تمشي. انتوا كده كده مش هتطلعوا حد، وكده كده اللي موجود هيمشي. المهم فضلت انا عايزه دوت. واحد من ضمن اللي كانوا واقفين معايا وريت له سكرين شوت الملايه اللي انا جبتها يا بنات. وريت له الملايه، فقلت له هي دي الملايه اللي انا عايزاها. عارفين ده هو اساسا مش عارف الصوره اللي انا موريها له، مع اني انا مش في المكان. ولما شفت الملايه قلت له هي دي،
هي الوانها ايه؟ معرفش، عمال بيدور في ايه، وبيروح يدور هنا ويدور هنا. فبقول له لو سمحت هو حضرتك بتدور على ايه؟ بدور لك على الملايات. قلت له ما الملايه اهي. معرفش قال كلمه كده اللي هو بعيدا اصلا عن اللي انا بقوله واللي انا بتكلم فيه. فانا يعني طارق واقف معايا، فبقول له انا مش عارفه هو بيدور على ايه. فالمهم جت واحده من ورايا بتقول له انت بتدور على ايه؟ قال لها بصي كده الصوره اللي معاها. فقلت لها انا عايزه الملايه دي والملايه دي اهي. انا معرفش هو بيدور على ايه. قالت له ما الملايات اهي. قال هي دي؟ قالت له ايوه هي دي. المهم ايه، حب يغلوش على الموقف. المهم انا عديتها قلت له انا عايزه الملايه دي. خلاص اخدت الملايه دي. ايه مشكلتك يا سيدي في الحوار كله؟ المشكله بتاعتي في الحوار كله اني انا جيت بقول انا عايزه بطانيه مورا الاسباني. فجم اهي والله، فجم فتحوا لي العلب. فبقول له افردها لي. قال لي لا ممنوع، اصل احنا واخدين امر ان احنا ممنوع نفرد بطاطين. فقال لي هو انت عايزه ايه؟ قلت له انا عايزه بطانيه وعايزه الحاف. عايزه الحاف فارو. الحاف اللي انا بشاور عليه بقول له وريهوني، لقيته بيقول لي لا اصل احنا ما بنفتحش حاجه لحد، عايزه تشوفيه شوفيه على اللايف. طبعا هينزل لكم سكرين شوت من كومنتات فراولات منكم راحوا هناك واتقال لهم نفس الجمله. هي دي كانت مشكلتي، ان ازاي ان انا اطلع اقول ان هم قالوا لي لا اصل احنا ما بنفتحش حاجه وشوفي على اللايف. ايوه يا ماما هو ده اللي حصل. هو ده اللي حصل. هو انا هطبل لك بالعافيه؟ اهو انا مش هطبل لك بالعافيه على فكره. ادي اول نقطه. تاني نقطه، لما جه فتح لي البطاطين بتاعت مورا الاسباني ما عجبنيش شكلها. كانت عندها ب 4000 جنيه، ما عجبنيش شكلها. انا كنت قايله لكم انا عايزه حاجه سيمبل في الهادي. المورا الاسباني اللي كانت عندهم كانت كلها يا فيها ورد يا الوانها مش عجباني. هو انا هاخد حاجه غصب عني؟ حضرتك اللي هتغطي بيها. انا مش فاهماكي. تعالي اقعدي مكاني. ازاي يا جدعان انا اقول الكلمتين دول في حق الكونتيسه؟ انا ازاي بقى ان انا ابقى قليله ادب، وازاي ابقى صريحه كده زياده عن اللزوم؟ ادي المشكله كلها من اولها لاخرها. رجعت انا اصلا الفيديو ده كان فلوج، ولا الست دي اعرفها ولا الست دي شفتها ولا الست دي قابلتها. ليه؟ لان الست بتتبلى عليا وبتقولي ان انا طلبت منها بطانيه، ولما انا ما رضيتش تديني البطانيه. يا كذابه، يا قليله ادب، يا قليله اصل، يا كذابه، يا غير محترمه. انت لو ست محترمه وبتتقي الله، انت هتتقي الله في ايه؟ اما انت ما بتتقيش الله في البضاعه بتاعتك، هتتقي الله في اللي انت بتقوليه على الناس؟ يا كذابه، هاتي ما يثبت عن الكلام اللي انت بتقوليه. طبعا جايه لكم في الكلام. ايه اللي حصل؟ انا خلاص مشيت من عندها. طبعا رجعت هلكانه جدا وتعبانه جدا، نمت. طبعا انا وانا عندها اشتريت اللحاف اللي انا وريته لكم، واشتريت ملايه. لحاف ب 1560 جنيه، واشتريت الملايه ب 500 تقريبا وحاجه. وادي يا جماعه الفاتوره بالختم من عندها. ادي الفاتوره، وادي اهو الهدير للزفت المفروشات اهو بالختم وبكل حاجه من عندها. اشتريت لحاف اسمه اوبرا فرو كاجا ب 1557 جنيه. 1557 جنيه. واشتريت من عندها ملايه اسمها سلمى تقريبا، عشان الاسم رايح شويه، يونيكورن. انا قلت لكم في الفيديو التفاصيل كلها. كانت عامله 560 جنيه. الاجمالي 2117. تمام. ادي يا جماعه من اوله لاخره. خلاص خدت الحاجه ومشيت ورجعت ونمت. كملت الفيديو معاكم. تاني يوم نزلت رحت اتصلت بامي، قلت لها يا ماما انا عايزه مكان اروحه اجيب باقي لي حاجات وعايزه اجيبها. فقالت لي طب ما تروحي البيت السوري. طب فين يا ماما؟ مش عارف ايه. قالت لي ده في المكان الفلاني. قلت لها تعالي معايا عشان انا مش هعرف انقي لوحدي، وتعالي معايا. خدت ماما وخدت نعمه ورحنا المحل، ولا بيا ولا عليا ولا اي، ولا انا الراجل اعرفه. انا عايزه اقول لكم ان صاحب المحل راجل كبير جدا 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 في السن. يا اللي بتقولي هو مأجرني يا قليله الذوق يا قليله الادب، يا اللي بتقولي اصل انت متأجره وواخده اجر، انت قليله ادب. الناس كلها مش زيك. انا هعلمك الادب، اقسمت بالله لعلمك الادب، وهندمك على تسرعك وعلى سوء ظنك اللي شبهك. ماشي. المهم رحت نقيت الحاجات اللي انا عايزاها. لقيت عمو دوت اللي هو صاحب المحل البيت السوري، لقيت عنده ان البطانيه المورا الاسباني ب 4000 ونص، يعني اغلى من عندها 500 جنيه. تمام. جبت من عنده البطانيه
ب 4500، جبت بطانيتين اطفال ب 1495، وجبت كوفرتة اطفال ب 1350، وجبت كمان طقم ملايه ب 550، وجبت ملايه استك ب 450، وشبشب السليبر التركي اللي انا وريته لكم بتاع العروسه، كل ده انا وريته لكم في الفيديو ب 195 جنيه. وجبت كمان مفرش مربع، ده كان لماما يعني ب 50 جنيه. انا جايبه 2 شبشب على فكره اهو، الواحد عامل 195 الاثنين ب 390، ولا الحساب 8785 جنيه. يا اللي بتقولي اعلان ومأجرني ومش عارف ايه، ليه؟ انت مين اصلا؟ انت مين؟ انت ايه الدور الاوفر النتن اللي انت عايشه فيه ده؟ انت مفكره نفسك مين يعني؟ ايه مستهدفه؟ ما فيش غيرك مثلا؟ قطاعين ارزاق احنا؟ انت رزقك مكتوب على جبيني يا ماما ولا ايه؟ ولا انت بتاخدي من شقايه؟ انت مريضه، انت مريضه ومحتاجه تتعالجي يا قليله الاصل يا قليله الربايه. تمام؟ على الكلام السافل وعلى دعاكي بتدعي على امي وبتدعي على عيالي، يا قليله الادب. باذن الله ربنا ينتقم منك، باذن الله، باذن الله ربنا هينتقم منك ان شاء الله. الله لا يبارك لك لا في ربح ولا في مكسب، بحق لا اله الا الله، بحق الشده اللي انا فيها. خلاص؟ بتقول لي ان ده اعلان وان الراجل ده مأجرني. طب يا جماعه الناس اللي عارفاني من زمان، هو انا طريقتي في الاعلان عامله ازاي؟ انا عمري ما خبيت عليكم اي حاجه، ومن يوم ما طلعت على القناه لما بيكون في اعلان بطلع اقول ده اعلان على فكره. ولما بتجيلي هديه من حد زي الملايات اللي جات لي، بسيب لينك البيج بتاعتها او لينك القناه بتاعتها او لينك الجروب او ايا يكن. انا لما هاجي اعمل اعلان يا متخلفه، والناس اللي عندي عارفين بالكلام دوت، انا من يوم ما طلعت معاكم لما باجي اعمل اعلان زي مثلا محلات الزلزال، الحمد لله اكتر من 6 سنين انا والزلزال مع بعض بعمل لهم الاعلانات. او انا لما بعمل اعلانات يا ريت اخواتي اللي هنا يطلعوا يقولوا زيزي لما بتعمل اعلان بتعمله ازاي. الناس الجديده احب اعرفكم طريقه الاعلان بتاعتي. لما باجي اعمل اعلان لاي محل، اولا انا بصور الشارع، ثانيا بصور اليافطه، ثالثا بسيب ارقام التليفون للمحل، رابعا بسيب كل اللينكات بتاعه المحل سواء الفيسبوك، تليجرام، واتساب، انستجرام، اي لينكات للتواصل ببتدي ان انا اسيبها. بكتب العنوان على الفيديو، بسيب صوره اليافطه على الفيديو، بصور جزء في المحل، بصور منتج في قلب المحل، باخد جوله كامله في المحل كله والبضاعه، بقول اسعار كل حاجه مرصوصه في قلب المحل، بصور لكم لو هو عنده مخازن بصور لكم في المخازن والاستوكات بتاعته عشان تعرفوا ان الحاجات بكميه فهتلاقوا الحاجات موجوده. دي طريقه الاعلان. لكن معقوله يا جماعه هروح اعمل اعلان لواحد دافع لي فلوس، لا وكمان مديني الحاجات كلها مجانا ب 8785 جنيه وما ظهرلهوش اليافطه، ما ظهرلهوش حتى اليافطه؟ ده لو اللي بيتكلم مجنون فالمستمع عاقل. ربنا ما حدش شافه، عرفوه بالعقل، بس انت عشان مريضه، انسانه مريضه، انسانه ضلاليه مفكره ان كل الناس زيك. اقسمت بالله ان انت لازم تتوقفي عند حدك. وريني بقى، انا عايزه اشوف اخرك ايه على قله ادبك. خلاص؟ اديني خلصت لكم الجزئين. عملت الفيديو يا جماعه وقلت لكم اللي حصل. واحده زي والدتي يا قليله الاصل، بصوا انا عايزاكم بس تشوفوا واحده كده يطلع لكم سكرين شوت عشان نرد ايه مع بعض واحده. انا اسفه جدا بس انا تعبانه اصلا بقالي كام يوم ومش راضيه ازعل حد فيكم واقول لكم ان انا تعبانه عشان ما شايلش هم لحد. وعايزه نفضل فرحانين باليومين اللي احنا بنجهز فيهم حاجتنا. لكن انا لما شفت اللي حصل، انا صحيت الصبح على الرسائل دي وعلى الكومنتات، قليله الادب، قليله الذوق، قليله الربايه. انا مش هغلط واقول الفاظ قذره علشان الناس المحترمه اللي بتتفرج عليا، بس انتي هوصفك بقليله الادب وقليله الربايه. صحيت الصبح يا جماعه لقيت المنظر اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي دوت. اول سكرين شوت هيطلع لكم، بعتت لي من ماسنجر بتاعها، اسمها هدير حسان حاجه كده، بعتالي استاذه زيزي معاكي هدير صاحبه الهدير للمفروشات، احب اعرفك اني هرفع قضيه تشهير باسمي لان كلامك غير حقيقي. احنا مش بندفع ولا هندفع فلوس لاي بلوجر، المحل التاني دفع لك فلوس ملناش دعوه، بس مش عارفه ايه كاتبه ايه تزجي باسمي او يعني تقريبا كان قصدها تجري باسمي من غير مش عارفه من ايه، من غير محله دي، يعني مش فاهمه الكلمه. فانا هعرف اخد حقي كويس قوي. انا عايزه اشوف اخرك.
السكرين التاني وانت جبتي مورا الاسباني بكام؟ ب1000 ولا 2000 ولا اخدتيها هديه عشان انت بلوجر؟ بتقولي ما حدش فتح لك وانت بتقولي انهم فتحوا لك البطانيه واللحاف كلها. انت كدابه وانا هعرف اخد حقي منك كويس، حاطه ايموشن كده يعني اللي هي انتصرت، وهاخد تعويض محترم برضو. ده انا هعرفك مين اللي هياخد تعويض. الاستاذه كاتبه هرد بقى على حاجه اخدتيها هديه عشان انت بلوجر. طبعا انا قلت لكم وريت لكم الفاتوره بتاعتي وقلت لكم طريقه الاعلان عامله ازاي. ما فيش واحد هيدفع المبلغ ده كله حتى ما احطش لينك ليه، ما صورش اليافطه. يعني انا كل اللي قلته ان الراجل في الطوابق زي ما بجيب زي ما انتم متعودين معايا بجيب اي لبس طبعا انتم متعودين على كل ده، لبس للعيد، لبس صيفي، لبس شتوي، لبس ليا، لبس البناتي، بجيب اي حاجه. لما جبت البتاعه دي وصورتها لكم قلت لكم ده انا جايباها من المحل الفلاني على نص شارع ال20. حصل ولا ما حصلش؟ فاحب اقول لك ان انت وقعتي في شر اعمالك بامانه الله. انت تقريبا امك داعيه عليكي. وبتقولي ما حدش فتح لك، كنت بتقولي ان هم فتحوا لك البطانيه واللحاف. هو انت جايه من اخر الدنيا، واحده جايه من اخر الدنيا علشان لما يفتحوا لي سوسته البطانيه كده ولا سوسته اللحاف بالمنظر ده كده انا عرفت الخامه، كده انا عرفت شكلها من جوه عامل ايه؟ انا عايزاكم، انا هطلع لكم سكرين شوت للناس اللي راحوا وكاتبين كومنتات في الفيديو اللي انا عملته بتاع الفلوج اليوم اللي انا كنت بشتري فيه الحاجه، وناس كتير كان رايها من نفس رايي راحوا واتقال لهم نفس الكلام. عايزه تشوفي شكلها تتفرجي على اللايف. انا مش جايه اشتري خامه من على اللايف، انا مش هشتري سمك في ميه على فكره. تمام، دي كانت مشكلتي. واحده زي امي اللي انت بتدعي عليها وهوريكم السكرين شوت دلوقتي، لما تبقى مريضه قلب يا قليله الادب يا سافله، لما تبقى مريضة قلب ومثلا بتجهز اختي، طبعا هي خلصت كل الكلام ده، ولكن لما تبقى مريضة قلب وبتجهز عروسة وجاية من اخر الدنيا عشان تجيلك على حس اللايفات اللي بتعمليها وعلى حس الفيديوهات اللي انت تعمليها، وتيجي تقول لك افتح لي يا ابني اللحاف دوت اشوف شكله من جوه، فيقول لها شوفيه على اللايف. فمعلش يعني هي دي مش من سنك بتلعب معاكي. كنت ممكن تقولي في الفيديوهات، في كل الفيديوهات اللي انت بتعرضي فيها حاجتك، يا جماعه شوفوا الحاجه على الطبيعه اهي، عشان اللي هيجي مش هنفتح له حاجه. مش معنى ان انت فتحتي لي السوسته انا كده شفته من جوه على فكره. يعني ايه افتحي اهو انا فتحت لك السوسته، امسكي الخام امسكي الخام، انا عايزه اشوفه شكله من جوه عامل ازاي. ما ممكن يكون محروق ولا مقطوع. انا جايه لكم بقى في الكلام بمناسبه المحروق والمقطوع. شوف بقى السكرين اللي بعد كده. طبعا رديت عليها قلت لها انا مش هنزل لمستواكي وارد عليكي بتربيتك، بس انا هخليكي تشوفي بعينك ان ده مش رايي لوحدي، واعلى ما في خيلك اركبيه. تمام، ده كان رد عليها وعملت لها بلوك. معرفش ايميل فيك تاني هيطلع لكم سكرين شوت، ايميل فيك ليها ولا بعتلي مين. بصوا بقى الكلام عامل ازاي وحطوا نفسكم مكاني. السلام عليكم، الهدير للمفروشات، ما تعرفيش هدير دي بتعمل خير ايه؟ بتبعت لنا شهريه كل شهر، ووالدتنا متوفيه وهي مطلقه وبتصرف على اهلها كلهم وعلى عيالها. ما تعرفيش، مش عارفه بقى اختها، ما تعرفيش بقى ايميل فيك ليها هي، الله اعلم، الله اعلى واعلم، الواحد ما يظنش. تمام، ما تعرفيش مشغله عندها كام واحد، هي ما ضرتكيش في حاجه، بس يا رب لو احنا اتضرينا باي شيء بسببك يتردلك في اعز ما تملكي، يعود عليكي في صحتك وفي صحه بناتك وامك. تمام، بصوا السكرين اللي بعد كده. لو قبضه فلوس عشان تاذيها الهي تصرفيهم عند الدكاتره. تمام، قلت لها سكرين شوت وكل ده هينزل ويتعمل بيه محضر حاضر. امك متوفيه، انا ابويا متوفي، مطلقه، انا كمان مطلقه ومعايا بنتين بنعتبرهم ان هم ايتام بربيهم، بشتغل على نفسي ليل ونهار وشقيانه وطالع عيني علشان ااكل عيالي بالحلال. بطلع اقول كلمه حق، عاجبك مش عاجبك اخبطي دماغك في الحيطه، انا مش هضل حد علشان ما حدش يطخ المشوار على حس كلمه انا قلتها وفي الاخر يدعوا عليا. لكن كونا ان انت تدعي على والدتي مريضه قلب ومركبه دعامه في قلبها، وبتدعي على بناتي اللي ما يعرفوش حاجه في الدنيا ولا ليهم اي ذنب في اي حاجه في الدنيا، وبتدعي عليا، يبقى انت انسانه مريضه. وباذنك يا رب كل ده هيقعد فيكي انت باذنك يا رب. يكفيني ان الملائكه ردت عليكي وقالت لك بالمثل، انا لا هدعي عليكي ولا هدعي على اللي منك ولا هدعي على اي حد يخصك، بس انا كل اللي هقوله ربنا ينتقم منك، ربنا ينتقم منك بحق جاه المصطفى ان شاء الله من كل قلبي، بحق الشده اللي انا فيها بقول لك ربنا ينتقم منك، ويتقال ده حق الست اللي انت ظنيتي فيها وان انت عبتي فيها واسأتي اليها. تمام، هوبا لقيت كومنت منها
طالع لكم دلوقتي عندي على الفيديو كاتبه لي ايه. طبعا انتوا مش بتقولوا كلام غير بالفلوس، وانا كهدير صاحبه الهدير للمفروشات هرفع قضيه تشهير. حضرتك قابضه من المحل التاني عشان تقولي عننا اي كلام. احنا كهدير للمفروشات مش بندفع فلوس ولا هندفع لاي بلوجر، لان انتوا ناس اجيره، وان شاء الله هنرفع قضيه تشهير عليكي يا هدير بالمفروشات. انت هدير بالجبنه ماشي. الاجيره دول اللي شبهك هم اللي يعرفوهم، لكن مش احنا اللي نعرفهم. تمام. طبعا انا قلت لكم طريقه الاعلان لما انا باجي اعمل اعلان لاي جروب ولا اي بيج ولا اي محل بيتعمل ازاي، فدي اكيد ما كانتش طريقه اعلان خالص للناس دي. اما بالنسبه بقى لانك انتوا كهدير للمفروشات، لا طزين فيكي. تمام. نشوف بقى السكرين اللي بعد كده. انتم شايفين قدامكم الاستاذه عامله لايف على الفيسبوك البيج بتاعتها، وزي ما انتم شايفين الصوره والعنوان. انا سايبه لك كل حاجه عشان انا عايزه اشوف اخرك، انا عايزه اشوف التشهير بتاعك اللي انت بتقولي عليه ممكن تعملي ايه. انت حلال فيكي مباحث الكهرباء تروح لك، حلال فيكي الحي ينزل لك، حلال فيكي بتوع الضرايب ينزلوا لك، حلال فيكي ان الحكومه نفسها تنزلك عشان تشوف المكان بتاعك وتعرف بقى شغلانتك دي كده اخرها ايه. الاستاذه عامله لايف، فكاتبه على اللايف كده ان فيما معنى الكلام ان ايه بلوجر اللي بتغلال البلوجر، يعني زي ما انتم شايفين في السكرين شوت قدامكم. المهم دخلت اسمع اللايف، فلقيتها بتتكلم عن ان في واحده بلوجر كلمتها من قيمه كام يوم، فانا حصل هنا ايرور. فابتديت اقول ايه، انا البلوجر دي كلمتها وبتقول ايه، انا عايزه بطانيه هديه عشان هي بلوجر على اليوتيوب. واول ما قالت بطانيه مورا الاسبانيه، انا محدش بلوجر جاب من يومين مورا الاسبانيه غيري. يعني بص انا كنت هظن، قلت لا ان بعض الظن اسم، فسكت. لقيتها بتقول يا كدابه يا انسانه يا غير محترمه، ده انا همسح بكرامتك اليوتيوب والفيسبوك يا حراميه يا قليله الادب. انا بعتلك وقلتلك انا عايزه بطانيه؟ بذمتكم ودينكم دي تحصل مني؟ 6-7 سنين على اليوتيوب وعلى السوشيال ميديا عمرها ما طلعت مني لاي بني ادم في الدنيا. واحط صوابع في عين التخين، ده انا هحط صوابع في كرشك. تقولك انا بعتلها ان انا عايزه بطانيه هديه عشان انا بلوجر. ليه يا جعانه؟ انت مفكره ان الناس كلها زيك ولا ايه؟ مين دي اللي طلبت منك بطانيه؟ انا طلبت منك بطانيه. واحنا ما بندفعش للبلوجر عشان هم غيري ما يستحقوش، عشان هم مش عارف ايه. اطلعي هاتي ما يثبت ان انا بعتلك. انت لو بنت راجل، انا بقولها لك اهو على الملأ، وبنت راجل واللي جابك راجل حق، اطلعي ورينا سكرين شوت بان انا بعتلك. مفيش سكرين شوت، مفيش رسايل، الكاميرات عندك مرشقه في كل حته، والناس اللي راحت المول عندها او راحت المحل عندها شافت ان هي حاطه كاميرات في كل حته، في كل حته في المحل حاطه كاميرات. وريني ان انا وقفت معاكي. انا لا شفتها ولا قابلتها اصلا ولا بعت لها رسايل. اثبتي ان انا بعت لك رساله بقول لك انا عايزه فيها بطانيه ولا انا عايزه فيها شراب. اثبتي. لو بنت راجل اطلعي اثبتي. انا بقول ده انا هدفعك دم قلبك على الكلمه دي بس. يا غشاشه يا ضلاليه. تمام. وطالعه ومعمول حمله ومعمول. انت مين يا ماما؟ ايه يا ماما انت مفكره نفسك مين؟ قادره افهم. انا حوالي 50,000 حاجه، بروح اجيب حاجه من هنا ومثلا طلع فيها عيب بطلع اقول مفيش حد قليل الذوق غيرك، مفيش حد قذر وضلالي غيرك. انا اسمع عن البجاحه لكن اول مره اشوفها. بتتبلي عليا ان انا طلبت منك بطانيه. فانا لما ما اديتهاش، باقي الكلام باقي البث، فانا لما ما اديتهاش البطانيه ورفضت، جت وعملت فيديو عليا وقالت مش عارف ايه. والناس يا عين المسكينه اللي عندها مصدقين الوش الملائكي. اسفخس على ربايتك. انت قليله الربايه، انت ست ناقصه ومريضه، وربنا ان شاء الله هينتقم منك. ده اللي حصل يا جماعه. اولا عن اخيرا، وانا كان ليا حق الرد ورديت بالرد اللي يليق بيكي عشان انت قليله الادب. انت شتمتيني وانا ما عملتلكيش حاجه، انت ضلاليه وبليتي عليا بحاجات انا ما عملتهاش وما طلبتش منك حاجه ولا اعرف خلقتك ولا شفتك اصلا. ماشي. اثبتي برسائل ان انا كلمتك ولا قلت لك انا عايزه اي حاجه. اثبتي بالكاميرات اللي عندك
ماشي، والكاميرات مصوره عندك ومصوره اني انا كام واحد وقف معايا وكانوا بيسابوني وسابوني وكانوا معرفش يعملوا ايه، ووقف معايا واحده اللي كانت واقفه على الكاشير، الست الكبيره اللي وقفت معايا وبعد كده ندهت لواحد قالت له اقف مع الاستاذه شوفها هي عايزه ايه، وهي لا تعرفني ولا اي حاجه، لولا الست ان هي قالت له جه فراح فاتح لي العلب بتاعت مورا الاسبانيه، لكن ما رضاش يفردها لي وقال لي ممنوع. ماشي، نيجي بقى للحاجات اللي مش متشافه، الحاجات بقى اللي انت بتبقي عرضها لنا وحطها لنا على السراير الديكور اللي عندك. ماشي، يا ترى الحاجات دي بعد ما الناس بتقعد عليها ولامسينها وانا واقفه والكاميرات مصوره الكلام ده كله، كان في علب مورا الاسبانيه وراهم، ورا السريرين كده او ما بين السريرين، وفي ناس قاعده على السراير بسم الله ما شاء الله. فهو عايز الشاب اللي كان واقف معايا عايز يعدي، فقال لهم بعد اذنكم قوموا علشان انا عايز اجيب بطاطين من وراكم. بيطلعي الكلام دوت. يا ترى بقى البطاطين دي بعد ما الناس ما بتقعد عليها وايديهم يلمسوها ورجلهم لامسينها بتطبقيهم وتحطيهم للناس تاني؟ عامله كورنر كده وحاطه فيه كاتل تقريبا بتعملوا شاي او بتعملوا قهوه بقى ايا يكن من المشاريب دي، لو حد اتخبط ولا حاجه وقعت واتكبت على مفرش ولا بطانيه، يا ترى بتغسليه ولا يا ترى بتمسحيه وتنضفيه ولا بتطبقيه وبتحطيه زي ما هو كده في العلب؟ بالمناسبه يا جماعه، وانا واقفه هناك حد ساب الحنفيه مفتوحه، فالحنفيه راحت مغرقه الدنيا كلها في الارض. بقول الحق الحنفيه، حد سابها مفتوحه وغرقت الحاجه. تمام، يا ترى بقى لما الميه انا كبني ادمه طبيعيه، من الطبيعي ان انا لما اجي اخليكي تفتحي لي الحاجه، لان ده المفروض واجبك وذوقك ان انت تفتحي لي اللحاف ولا البطانيه، مش يمكن يكون متعطم من جوه ولا في حشره ولا مخروم ولا في اي حاجه زي الناس اللي راحت عندك. ودي الكومنتات بتاعت الناس اللي راحت عندك، وهيطلع سكرين شوت دلوقتي، اللي راحت يا ضلاليه يا قليله الربايه. العروسه اللي راحت عندك وخدت منك اللحاف ب 2000 جنيه ولا خدت ما اعرفش زي ما يطلع لكم في السكرين شوت دلوقتي، اشترت منها حاجه ب 2000 جنيه لجهاز اختها، وبعد ما جم يفرشوا لقوا البطانيه مقطوعه او محروقه من جوه، وجت عشان ترجعها قالت لها لا مش هاخدها، وبتحاسبن عليكي وانا كمان بضم ليها وبحاسبن عليكي. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، ربنا ينتقم منك اشد انتقام، عشان انت قليله الادب ومش محترمه واتبليتي عليا. ماشي، ودعيتي على والدتي يا قذره. انا مش هدعي على والدتك ماشي، ولا هدعي على والدك، عشان انا محترمه وانا بقدس الام والاب. ماشي، فانا مش هعمل كده علشان انت قليله ادب وانا مش زيك. ودعيتي على بناتي، انا مش هدعي على ضناقي. لو عندك ضنا وعارفه يعني ايه ضنا، انا مش هدعي على ضناقي، بس انت قليله الادب برضو. طبيعي لما انا اجيلك تفرجيني تفتحي لي الحاجه يكاد ان يكون زي ما الاخت اللي خدت منك لحاف ولا بطانيه ولقيتهم محروقين من جوه ولا مقطوعه من جوه، ولا تبقى متعطنه من ميه اتثابت ولا معفنه من مطرح حد قعد على الحاجه زي ما كانت الناس قاعده على السريرين كده، ولا قولي ان ده كمان ما بيحصلش. كاميرات عندك واثبتي، لو انت بنت راجل اثبتي. ماشي، اعملي بس كده زي ما انت ما عملتي زي الشاطره، اثبتي ان انا بعتلك قلت لك انا عايزه بطانيه، او اثبتي ان انا وقفت اصلا معاكي ولا انا شفت خلقتك يا قذره وقلت لك انا عايزه بطانيه، يا ضلاليه يا منافقه. ماشي، طالعه بتتمسكني قوي للناس، وطالعه بتتكلمي بالعين والحاجب ان انت يا عيني مسكينه وان انت مش عارف ايه، انت انسانه قذره، وهنشوف مين اللي هياخد الحق من التاني. ماشي، وزي ما انت كاتبالي كده تاخدي غرامه ولا مش عارفه تاخدي ايه كده، يبقى نشوف مين اللي هياخد من مين. واديني مطلعاكي باسمك وصوره سكرين شوت من البث بتاعك، وانا مش هسكت وانا هعرفك مقامك كويس. هو ده كان فيديو النهارده يا جماعه، وده اللي حصل عشان انا بامانه الله انا اتحرق دمي في حاجه انا ما عملتهاش. انا معوداكم عن اي حاجه انا بشتريها بطلع اقول لكم انا جايباها منين بما يرضي الله، بطلع اقول لكم الحاجه حلوه ولا وحشه. لما جبت ملايات قبل كده من جروب، لو تفتكروا زمان قوي جبت ملايات وكانت عجباني وكنت هموت عليها، وكانت الملايات دي نازله ترند، الملايات اللي كان فيها نجوم صغننه كده لو فاكرينها، كان لونها رمادي وواحده كان لونها كحلي، وكانت طالعه ترند قوي. ولما جبتها وجيت غسلتها قلت لكم عامله زي المنديل والنجوم طارت راحت طلع عليها الشمس لو تفتكروا. عادي زي اي حاجات كتير جبتها وطلع حاجه مثلا طلع فيها عيب، ولا ما هو طبيعي ان انا اطلع ما اضلكمش.
ما ضلكمش. لكن مشكلتك ان انت محتاجه اللي يطبل لك. انت لو انت بني ادمه واثقه في حاجتك هتعرضي بدل اللحاف 50 لحاف لاي حد يطلب. انت لو بني ادمه واثقه في منتجاتك بدل البطانيه هتفتحي 50,000 بطانيه للي يطلب. انا كل اللي انا قلته ان انا الراجل لما رحت له بقى يفتح لي البطاطين، النور كان قاطع، وانا وماما والموبايل بتاعي، موبايل ماما وموبايل نعمه وموبايل الراجل، نعمه اختي كانت ماسكه الموبايلات كلها ومشغلين الكشافات عشان المخزن جوه كان مضلم ومنوره بالكشافات، وبقى يفرد لي في الضلمه، وبقينا بنشر عرق وما كانش فارق معاه. الشاب ما كانش فارق معاه. ماشي. صاحب المكان اللي انت بتتبلي عليه راجل كبير، راجل كبير في السن، راجل عجوز انا معرفوش، بس ليه حق الرد. هو ليه ملك هو يرد. الملك بتاعه رد عليكي، وكل كلمة قلتيها في حقي هتعود لك. انا مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، وربنا ينتقم منك. انا مش هقول لك اكتر من كده. بعتذر جدا والسلام عليكم.